السلام عليكم واهلا بيكم في قناة كروشيه كافيه. النهاردة هنشوف طريقة عمل ايس كاب وكوفية بمقاس رجالي بغرزة الباسكت، بس بشكل مختلف عن اللي قدمته قبل كده، وهسيب لكم برضو لينكات فيديوهاتهم اللي قبل كده في اول تعليق، وهتظهر على الشاشة في نهاية الفيديو ده. الطاقية والايس كاب دول تقدري تعمليهم يبقوا نسائي وكمان للاطفال، فتنفع لاي سن ولاي شخص على حسب لون الخيط. في تصاميم دايما بقول لكم بتنفع الاتنين، وبتتحدد على حسب اللون اللي انت هتختاريه. فانا بما انه هعمل الشغل ده رجالي، فاخترت اللون الاخضر الزيتي او الزيتوني. وبالنسبه للخيط تقدري تستخدمي اي نوعيه خيط صوف متوفره عندك، بس تكون فتلتها وسط، وتستخدمي معاها ابره كروشيه بتتراوح من 4 ل 4.5 او 5 مللي. انا بالنسبه لي هشتغل بخيوط هيمالايا افري داي مع ابره كروشيه مقاس 4.5 مللي. وبالنسبه لكميه الخيط اللي هنحتاجها لعمل الكوفيه مع الايس كاب، هنحتاج 3 شلات من الخيط يعني 300 جرام. هنحتاج شلتين للكوفيه وشله واحده للايس كاب. نبدأ أول حاجة بالكوفية ونشوف خطوات عمل الغرزة ازاي بنشتغلها في أسطر رايح جاي، وبعد كده هنشوف خطوات عمل الآيس كاب. بالنسبة للكوفية أو لغرزة ميني باسكت عموما، عشان تشتغليها في أسطر رايح جاي لازم تبدأي بسلسلة مكونة من مضاعفات رقم 4 زائد 2، يعني هتفضلي تشتغلي 4 سلاسل 4 سلاسل، وفي الآخر خالص لما السلسلة توصل معاكي للطول المطلوب بتزودي عليهم في الآخر خالص 2 سلسلة. انا هنا بالنسبه للكوفيه بدات ب 30 سلسله، 28 لعدد السلاسل المطلوب لعمل الكوفيه زائد 2، فالاجمالي 30 سلسله. برضو هقيسها لكم بالسنتي. هنا عندي ال 30 سلسله طولهم 17 سنتي. طيب انت عاوزه تعملي الكوفيه تبقى اعرض من كده، ففي الحاله دي ابدأي بعمل 34 سلسله اللي هم 32 مضاعفات 4 زائد 2، فكده 34. بس ما تزوديش عن كده، لانه الكوفيه دي لو عملتيها اعرض من كده في الغرزه دي بالتحديد مش هيبقى شكلها حلو. فاقصى عدد ممكن انت تبدأي بيه 34 سلسله. وبرده اعملي حسابك انه لو انت بدأتي ب 34 سلسله في الحاله دي عدد الشلات للكوفيه هيبقى شلتين ونص، يعني هتحتاجي ان انت تشتري 3 شلات من الخيط، لانه شلتين مش هيبقوا كفايه. بعد ما خلصت ال 30 سلسله هلف الخيط وهفوت اول 3 سلاسل، 1 2 3. الرابعه هشتغل عمود بلفه عادي خالص. السلاسل دي بحسبها معايا عمود، وده كده العمود التاني اللي هو فيه السلسله الرابعه، وهشتغل سطر من غرزه العمود بلفه في كل السلاسل الموجوده عندي. السطر من غرزة العمود بلفة خلاص بننسى السطر ده خالص، وهنبدأ في أول سطر من الغرزة ده هيبقى السطر رقم 1. برتفع ب2 سلسلة، 1 2، والاتنين سلسلة دول هيفضلوا ثابتين معانا في كل الأسطر. بلف الخيط والاتنين سلسلة دول بيحلوا مكان غرزة العمود الموجودة هنا، فببدأ أروح على طول على العمود التاني بشتغل فيه بريد أمامي، بمر من يمين العمود وبمر من الناحية التانية، بسحب الخيط وبطلع من حلقتين بطلع من حلقتين، الخطوات المعتادة لغرزة العمود. ده العمود الأول. هنا عندي 2 سلسلة عمود أمامي، اللي بعديه برضو هيبقى عمود أمامي، والاتنين عمود اللي بعدهم هيبقوا 2 عمود خلفي. فهنا عندي 2 سلسلة 2 عمود امامي، اللي بعدهم 2 عمود خلفي، فبروح على العمود الثالث اشتغل عمود خلفي، والعمود الثاني اللي بعده برضو عمود خلفي. هفضل اكرر بقى بحيث ان السطر كله هيبقى 2 عمود امامي 2 عمود خلفي. بعد ما خلصت ال2 عمود خلفي هروح على العمودين اللي بعدهم امامي، اول عمود والعمود التاني. خلصت الاتنين عمود امامي، فاللي بعدهم هيبقوا 2 عمود خلفي.
لنهاية السطر 2 عمود امامي 2 عمود خلفي. اخر حاجة عندي غرزتين عمود خلفي، فلازم اخر عمودين عندي هيبقوا عمود امامي زي بداية السطر بالظبط. لازم دايما بداية السطر ونهايته بيبقوا زي بعض، فهنا في اخر عمودين هشتغل عمودين امامي. هنا في عندي الفراغ الناتج عن السلاسل، زي ما بدأت السطر ب2 سلسلة فلازم انه بنهي السطر بغرزة عمود بلفة، مش بنهيها بغرزة نص عمود، لا بشتغل عمود بلفة بس بتبقى ايديا ضيقة فيه شوية بحيث ان هو ما يبقاش عالي قوي معايا. اوكي، ما يبقاش ارتفاع العمود عالي قوي. طيب لو لقيتي ان السطر مش ماشي عندك بنفس التسلسل وما انتهاش بغرزتين عمود قلالي غرزتين عمود امامي، فده معناه ان انت في عندك غلط في تسلسل الغرز او اساس العواميد عندك غلط. وعشان تتاكدي ان اساس العواميد اللي هو بدأنا بيه عندك اساس صحيح، لازم عدد العواميد هيبقى من مضاعفات رقم 4 اللي هو نفس عدد السلاسل اللي انت بدأتي بيه قبل ما تضيفي ال2 سلسلة. يعني انا هنا زي ما وضحت بدأت ب28 سلسلة وزودت عليهم 2، فلو عديت أساس العواميد اللي أنا بدأت بيه هلاقي إن عددهم 28 نفس عدد السلاسل اللي أنا بدأت بيه قبل ما أزود عليهم ال2 سلسلة. فلازم برضو تتأكدي من أساس العواميد عندك لو لقيتي الشغل مش ماشي بنفس التسلسل. كده خلصنا السطر الأول من الغرزة. نبدأ في السطر الثاني 2 سلسلة زي ما قلت لكم ثابته معانا دايما 2 سلسله وغرزه عمود بلفه، دول هيفضلوا ثابتين معانا في كل الاسطر. السطر الثاني مش بغير اي حاجه في الغرز، بشتغل في الغرز زي ما هي بالظبط. الخلفي بشتغل فيه خلفي، الامامي بشتغل فيه امامي. بعد ال2 سلسله عندي 2 عمود خلفي، فبشتغل في اول عمود زي ما هو بالظبط بشتغل عمود خلفي، والعمود الثاني برضو عمود خلفي. اللي بعدهم 2 عمود امامي فبشتغل فيهم كل عمود بشتغل عمود امامي، ده اول عمود والعمود التاني، وبكرر لنهاية السطر. العمودين الاتنين عمود خلفي بشتغل فيهم 2 عمود خلفي، والاتنين عمود امامي بشتغل فيهم 2 عمود امامي. وصلت لنهاية السطر. اخر حاجة عندي 2 عمود خلفي زي بداية السطر بالظبط، وهنا في الفراغ الناتج عن ال2 سلسلة بنهي السطر بغرزة عمود بلفة. السطر الثالث 2 سلسلة 1 2، وهبدأ انه اعكس الغرز. الامامي هشتغل فيه خلفي والخلفي هشتغل فيه امامي، فهنا في عندي 2 عمود امامي فببدأ انه اعكسهم واخليهم 2 عمود خلفي، ده اول عمود والعمود التاني. اللي بعدهم 2 عمود خلفي فبعكسهم واخليهم 2 عمود امامي. واكرر لنهايه السطر زي ما وضحت. الاتنين عمود امامي بشتغل فيهم 2 عمود خلفي، والاتنين عمود خلفي بشتغل فيهم 2 عمود امامي. نهايه السطر اخر حاجه عندي 2 عمود امامي اللي هم اصلا كانوا 2 عمود خلفي، وهنا في عندي 2 عمود امامي فهعكسهم واخليهم 2 عمود خلفي نفس بدايه السطر بالظبط. في نهاية السطر هنا في الفراغ الصغير الناتج عن ال2 سلسلة بنهي السطر بغرزة عمود. السطر الرابع هيبقى نفس تكرار السطر التاني، يعني مش هغير حاجة خالص في الغرز، بشتغل في الغرز زي ما هي، الامامي امامي والخلفي بيفضل خلفي، فهي الغرزة كلها عبارة عن سطر بعكس الغرز، السطر اللي بعده بشتغل في الغرز زي ما هي، سطر بعكس الغرز، السطر اللي بعده بشتغل في الغرز زي ما هي. ارتفاع 2 سلسلة وهشتغل في الغرز زي ما انا شايفاها بالظبط، مش هغير فيها اي حاجة. هنا في عندي السطر بيبدأ ب2 عمود امامي فبشتغل فيه 2 عمود امامي. اللي بعدهم 2 عمود خلفي فبشتغل فيهم 2 عمود خلفي. كل الغرز بتفضل زي ما هي بالظبط.
اخر حاجة 2 عمود امامي زي البداية، وبنهي السطر بغرزة عمود بلفة. كل اللي هعمله بعد كده زي ما وضحت انه بفضل اكرر نفس ال4 سطور، سطر بعكس فيه الغرز، اللي بعده بشتغل في الغرز زي ما هي، سطر بعكس فيه الغرز، السطر اللي بعده بشتغل في الغرز زي ما هي، وبفضل اكرر نفس ال4 سطور، ولازم يبقوا 4 سطور يعني مش سطرين. ممكن حد يقول لي طب ما احنا سطر نعكس وسطر اللي بعده نشتغل في الغرز زي ما هي، يبقى كده التكرار سطرين. لا، لازم يبقوا 4 سطور. هنكرر ال4 سطور ان ده اللي بيدينا الشكل والارتفاع بتاع المربع. بعد كده نكرر كمان 4 سطور، فهي الغرزه التكرار بتاعها 4 سطور مش 2. طيب لو انا سبت الشغل خلاص، انا وصلت لنهايه السطر ده ونسيت السطر اللي بعده، لما اجي ابداه هيبقى هو ده اللي انا هعكس فيه ولا هو ده اللي انا هشتغل في الغرز زي ما هي؟ طبعا وارد جدا ان انت تتلخبطي. ففي الفيديو اللي انا شرحت فيه الغرزه دي قلت ان انت هتبصي على شكل الغرز. في طريقه تانية برضو اسهل نسيت اقول لكم عليها، هتبصي على خيط البدايه. فانا هنا مثلا هبدا سطر جديد وارتفع ب2 سلسله، ادير الشغل الناحيه التانية، لما الاقي انه في بدايه السطر خيط البدايه ناحيه ايديا اليمين عند بدايه السطر، فده السطر اللي انا هبدا اعكس فيه الغرز. فهنا خلاص انا من غير ما اراجع الغرز ولا اي حاجه عارفه انه طالما خيط البدايه في بدايه السطر هنا عندي ناحيه اليمين، يبقى ده السطر اللي انا هعكس فيه. بخلي الخلفي امامي والامامي خلفي. خلصت السطر اللي بعكس فيه وهبدأ في السطر اللي بعده 2 سلسلة. وبرضو نسيت، انا مش عارفة ده السطر اللي انا هعكس فيه ولا هعمل فيه ايه، فبلاقي انه خيط البداية ناحية ايديا الشمال، فعلى طول وانا مغمضة من غير ما ابص على غرز ولا اي حاجة، هنا ده عندي بداية السطر خيط البداية ناحية الشمال، يبقى خلاص ده السطر اللي انا هشتغل فيه الغرز زي ما هي ومش هغير فيه اي حاجة. لعمل الايس كاب هنبدأ بعمل سلسلة على مقاس محيط او دوران الرأس، وعدد السلاسل لازم يكون من مضاعفات رقم 4. مش هنزود بقى 2 سلسلة ولا اي حاجة، لا هنكتفي بس انه السلاسل تكون من مضاعفات رقم 4، لان احنا بنشتغل في راوندات مش في اسطر رايح جاي. فهنا بالنسبة لسمك الخيط ومقاس الابرة اللي انا بشتغل بيه والمقاس اللي انا بعمله، عدد السلاسل وصل ل 92 سلسلة. نشوف المقاس بالسنتي. بنفرد السلسلة بالشكل ده كده، نفردها على اخرها، يعني السلسلة مش بتبقى مرتاحة، لا بنفردها. ونشوف المقاس هنا، طول السلسلة وصل ل 58 سنتي. المقاس ده هيبقى مناسب جدا للمقاسات الرجالي، بس طبعا برضو لازم ان انت بتطلبي من الشخص انه يقيسلك دوران الرأس، او لو هو موجود قدامك تقيسي عليه السلسلة. مقاس انت هتعمليه سواء رجالي او نسائي او للاطفال، لاي شخص لازم برضو ان انت بتقيسي دوران الرأس، وعلى الاساس ده بتعملي السلسلة. بعد ما بنشتغل العدد المطلوب من السلاسل بنقفلهم بمنزلقة. ببدأ انه افرد السلسلة قدامي. مهم جدا جدا زي ما دايما بقول لكم، لما نقفل السلسلة لازم تبقى مفرودة ومستوية كده قدامنا، حرف الفي مستوي قدامنا، عشان لو السلسلة لفت مننا وقفلناها غلط مش هنعرف ان احنا نشتغل فيها وهنضطر ان احنا نفكها. انا كده فردت السلسلة ورحت عند اول سلسلة بدأت بيها، واسحب الخيط واقفل بمنزلقة. برضو عايزة اوضح عشان تتأكدي اكتر انه المقاس صحيح، بعد ما تقفلي السلسلة بمنزلقة برضو قيسي تاني على الشخص وشوفي السلسلة هتبقى مرتاحة ومظبوطة عليه ولا لا. بعد ما خلاص قفلنا السلسلة بنرتفع ب2 سلسلة في نفس الغرزة اللي احنا وصلنا فيها الخيط وارتفعنا بالسلاسل. هشتغل غرزة عمود، وهبدأ انه اسس سطر من غرزة او راوند من غرزة العمود بلفة، ماليش دعوة بارتفاع ال2 سلسلة. ده هنا اول غرزة عمود عندي، وبروح على السلسلة اللي بعدها بشتغل العمود التاني. وطبعا مفروض انه في نهاية الراوند بيبقى عندي برضو 92 غرزة عمود. عديت طبعا العواميد طول ما انا بشتغل، برضو عديتها بعد ما خلصت وتأكدت ان عدد العواميد 92. بعد كده هتجاهل ارتفاع ال2 سلسلة واروح على اول غرزة عمود، امر اسفل الحلقتين واقفل بمنزلقة.
برضو بعد ما بنخلص الراوند ده بنصح انه لو الشخص موجود قدامك تبداي ان انت تقيسي عليه الحلقه دي وتتاكدي برضو اذا كان المقاس صحيح ولا لا، وطبعا لو مش صحيح بتفكي وتزودي او تنقصي في الغرز على حسب المقاس. طبعا ممكن حد يقول لي هو احنا لسه هنفك تاني وهنشتغل سلسله وهنشتغل عواميد تاني؟ ايوه، فكي تاني وعيدي ان شاء الله حتى 10 مرات، مفيش اي مشكله لما تفكي شغلك في الاول وتعالجي الاخطاء والمقاسات الموجوده عندك في اول راوند. ده هيسهل عليكي كتير احسن ما تشتغلي والمقاس يطلع غلط وتضطري ان انت تفكي الشغل كله. هبدأ اشتغل بالظبط بنفس الخطوات اللي شفناها في الاسطر، فبرتفع ب2 سلسلة، والاتنين سلسلة دول ملهمش اي علاقة خالص بالعواميد ولا بالشغل ولا اي حاجة، بس مجرد سلاسل الارتفاع. وبروح على طول على اول عمود اللي هو نفس العمود اللي انا قفلت فيه بمنزلقة وارتفعت بالسلاسل، وبشتغل فيه عمود امامي والعمود التاني والاتنين عمود اللي بعدهم 2 عمود خلفي، نفس الخطوات بالظبط، 2 عمود امامي و2 عمود خلفي لنهاية الراوند. اخر حاجة عندي غرزتين عمود خلفي، وهروح على بداية السطر اللي هم اول غرزتين عمود امامي، هتجاهل ارتفاع ال2 سلسلة، واروح على اول غرزة عمود امامي، امر اسفل الحلقتين، اسحب الخيط منزلقة. هبدأ الراوند اللي بعده نفس الخطوات بالظبط اللي احنا اتعلمناها، 2 سلسلة، وهشتغل في الغرز زي ما هي، الاتنين عمود امامي هيفضلوا زي ما هما والاتنين عمود خلفي هيفضلوا زي ما هما. بعد ارتفاع ال2 سلسلة بروح على اول عمود امامي، بشتغل عمود امامي والعمود الامامي التاني، وبعد كده 2 عمود خلفي بشتغل فيهم 2 عمود خلفي. الغرز بتفضل زي ما هي، مفيش فيها اي تغيير. اخر حاجة عندي 2 عمود خلفي، ده هنا ارتفاع ال2 سلسلة، هسيب السلاسل واروح على اول عمود امامي، امر اسفل الحلقتين واقفل بمنزلقة. لو انتي هتتلخبطي في بداية الراوند فمهم ان انتي تعلمي اول غرزة عمود. الراوند اللي بعده نفس الخطوات اللي احنا حافظينها، هنبدأ نعكس الغرز، ف2 سلسلة، غرزتين العمود الامامي هيبقوا 2 عمود خلفي، ده اول عمود خلفي والعمود التاني، والاتنين اللي بعدهم 2 خلفي فهيبقوا 2 امامي. وصلت لنهاية الراوند. اخر حاجة عندي 2 عمود امامي، وهقفل بمنزلقة في اول عمود خلفي، هتجاهل السلاسل واروح على اول عمود خلفي اسفل الحلقتين، اقفل بمنزلقة. نفس الخطوات المعتادة. الراوند اللي بعده بنشتغل في الغرز زي ما هي، مش بنغير فيها اي حاجة، الخلفي بيفضل خلفي والامامي بيفضل امامي. بعد ما بخلص الراوند ده بقفل برضو بمنزلقة في اول غرزة عمود، وبفضل اكرر نفس ال4 راوند اللي هم اصلا نفس ال4 اسطر اللي احنا شفناهم. بكرر نفس ال4 راوند، وده شكل الشغل عندي. واخر راوند عندي اللي هو بعكس فيه الغرز، فالمفروض انه الراوند اللي بعديه هو الراوند اللي هشتغل فيه الغرز زي ما هي. بالنسبة للطول بالسنتي، طول القطعة وصل ل16 سنتي، وهقول لكم تعملوا ايه في بقية المقاسات، بس الاول خلينا نكمل شغلنا في المقاس ده. طبعا انا عارفه في سؤال برضو انتوا اكيد فكرتوا فيه، اللي هو انت قلت لنا ازاي نعرف بدايه السطر من نهايته اذا كنا هنعكس ولا لا في الاسطر، وما قلتيش ازاي نعرفه في الراوندات. الحقيقه انه مفيش طريقه معينه ان انت تعرفي بيها الراوندات، لازم ان انت تبقي مركزه كويس. بس برضو لو انت مبتدئه او بتتلخبطي وعارفه ان انت هتغلطي في حاجه زي كده، ففي طريقه بسيطه ممكن اقول لكم عليها، ان انت مثلا الراوند اللي انت بتعكسي فيه الغرز وانت خلاص واثقه ان ده الراوند اللي انت بتعكسي فيه في بدايه شغلك، فبتعلمي اول غرزه مثلا بعلامه الغرز او بدبوس او اي حاجه، بحيث لما تروحي على الراوند اللي بعده بتبصي على اللي قبله، طالما لقيتي فيه العلامه يبقى ده الراوند اللي انت بتعكسي فيه، يبقى اللي انت هتبداي فيه هو ده اللي هتسيبي الغرز زي ما هي. الراوند اللي انت هتسيبي فيه الغرز زي ما هي مش هتعلميه، بحيث لما تبداي في اللي بعده تبصي على اللي قبله ما تلاقيش فيه علامه، فتبقي عارفه ان اللي انت هتبداي فيه ده يبقى هو اللي انت هتعكسي فيه، وتبداي ان انت تعلميه من الاول وجديد. مش عارفه الفكره واضحه ولا لا، بس انا واثقه في ذكائكم ان انتوا عارفين انا اقصد ايه. نبدا دلوقتي نشتغل في التناقص عشان نضم الجزء ده شويه.
زي ما وضحت هنا اخر حاجة عندي الراوند اللي هو بعكس فيه الغرز، يعني الراوند اللي بعده اللي هو مفروض انه هشتغل فيه الغرز زي ما هي. طبعا الاول بقفل الراوند برضو بنفس الخطوات المعتادة، بتجاهل السلاسل، بروح على اول غرزة عمود وبقفل اسفل الحلقتين، ارتفع باتنين سلسلة، وهبدأ انه اشتغل تناقص بغرزة العمود الخلفي في الاتنين عمود الموجودين هنا. زي ما وضحت تاني انه ده الراوند اللي انا المفروض بسيب الغرز فيه زي ما هي، المفروض بشتغل غرزتين عمود خلفي في الاتنين عمود خلفي الموجودين هنا. فانا بقى هشتغل برضو عمود خلفي بس هيبقى فيه تناقص. فبعد ارتفاع الاتنين سلسلة بمر من ظهر الشغل، باخد كمان معايا ارتفاع السلاسل، وباخد معايا اول عمود خلفي، بسحب الخيط كأني بالظبط هشتغل غرزة عمود خلفي. اول بس هعدل كده الخيط شوية، تعرفين الحاجات دي بتحصل. فبمر من اول عمود خلفي بس باخد معايا كمان السلاسل كأني بالظبط هشتغل غرزة عمود خلفي، وبطلع من حلقتين مش بكملها للاخر. وبعدين بروح على العمود الخلفي التاني، برضو بشتغل غرزة عمود وبطلع من حلقتين. هيتفضل عندي فوق على الإبرة 3، فبطلع من ال3 حلقات. انا كده عملت تناقص بغرزة العمود الخلفي، نفس خطوات التناقص العادية. هنا في عندي 2 عمود امامي فهشتغل فيهم تناقص، بمر من اول عمود كأني هشتغل عادي خالص، وبطلع من حلقتين بس ومش بكمل للاخر. العمود الامامي اللي بعده بطلع من حلقتين، بيتفضل عندي 3 بطلع من ال3 حلقات. ودايما يا جماعه في التناقص بضم ايديا قوي، بشد ايديا في التناقص عشان احاول ان انا اقلل من شكل الفراغات على قد ما اقدر. لو مش هتعرفي ممكن انت تستخدمي ابره بمقاس اصغر. هكرر بقى في كل الغرز الموجوده عندي ال2 عمود خلفي بشتغل فيهم تناقص، بروح على اول عمود بسحب الخيط كاني هشتغل غرزه عمود عادي، وبطلع من حلقتين ومش بكمل. العمود الخلفي اللي بعده كاني هشتغل فيه عادي وبطلع من حلقتين، اتفضل 3 بطلع من ال3 حلقات. العمود الامامي تناقص حلقتين، والعمود الامامي التاني بطلع من حلقتين، اتفضل 3 بطلع من ال3. بكرر بقى تناقص في عمودين خلفي، تناقص في عمودين امامي. الراوند اخر حاجة عندي تناقص بالعمود الخلفي، وفاضل عندي اخر 2 عمود امامي هشتغل فيهم تناقص طبعا برضو بنفس التسلسل. وزي ما وضحت لو مش هتعرفي ان انت تشدي ايديكي في التناقص، مهم جدا ان انت تستخدمي ابره بمقاس اصغر، ممكن مثلا ابره مقاس 4 أو 3.5 على حسب الموجود عندك. بعد ما خلاص خلصت التناقص الاخير هتجاهل بقى كل الجزء ده وهقفل في حرف الفي لاول تناقص بدات بيه. فنخلي بالنا بنتجاهل كل الجزء ده وارتفاع ال2 سلسله. وطبعا مهم جدا برضو لو هتتلخبطي تعلمي حرف الفي لاول تناقص بدات بيه، ونقفل بمنزلقه. الراوند اللي بعده هنعمل ايه بقى؟ هنرتفع ب2 سلسله، وهبدأ انه اشتغل تناقص هيبقى كله بالعمود الامامي. هلف الخيط وهاخد معايا ارتفاع السلاسل، واخد معايا كمان التناقص الموجود هنا، مش فارق بقى معايا هو تناقص امامي ولا خلفي، كله هيبقى تناقص امامي. فبسحب الخيط وبطلع من حلقتين، بلف الخيط مرة تانية وبروح على التناقص اللي بعده، بشتغل عمود امامي برضو وبطلع من حلقتين. وبعدين بطلع من كل الحلقات الموجودة على الابرة. ده كده حرف الفي لأول تناقص عندي، وهعلمه برضو عشان تبقى الفكرة او الصورة واضحة قدامكم. هو ده اللي هنقفل فيه بمنزلقة. بكمل بعد التناقص ده بروح على الغرزة اللي بعدها، خلاص بقوم العمودين بقوم غرزة واحدة، فبمر وبشتغل عمود امامي، بطلع من حلقتين، وبعدين بلف الخيط بروح على الغرزة اللي بعدها برضو بشتغل عمود امامي وبطلع من حلقتين مش بكمل، وبعدين بطلع من ال3 حلقات. في كل الغرز بشتغل تناقص بغرزة العمود الامامي، خلاص مش فارق لي بقى هو كان خلفي ولا امامي، كل الغرز بشتغل تناقص بالعمود الامامي. ده هنا الغرزة اللي بعدها بطلع من حلقتين، والغرزة اللي بعدها بطلع من حلقتين، وبطلع من كل الغرز.
بكرر تناقص بغرزة العمود الأمامي في كل الغرز الموجودة عندي. وصلت لنهاية الراوند. خلي بالنا ده هنا عندي ارتفاع الاتنين سلسلة، ودي هنا الغرزة اللي احنا علمناها، فخلاص انا هنا وصلت لنهاية الراوند. هقفل بمنزلقة. الراوند اللي بعده برضو هيبقى تناقص بغرزة العمود الامامي. هرتفع باتنين سلسلة وهاخد معايا ارتفاع السلاسل وغرزة العمود الامامي الموجودة هنا، وهشتغل غرزة عمود مش هكملها للاخر، همر من حلقتين بس، وبعدين اروح على غرزة العمود الامامي اللي بعدها اشتغل التناقص التاني، برضو بطلع من حلقتين وبعدين بطلع من 3 حلقات. ده حرف الفي للغرزة. بكمل تناقص امامي بغرزة العمود الامامي في كل الغرز، بروح على العمود الامامي اللي بعده، بشتغل عمود امامي وبطلع من حلقتين، بروح على اللي بعده عمود امامي، بطلع من حلقتين بعدين 3، بروح على اللي بعدهم، في نهاية الراوند هقفل بمنزلقة في أول غرزة تناقص بدأت بيها. والراوند اللي بعده برضو بكرر نفس الخطوات، تناقص بغرزة العمود الأمامي، برتفع باتنين سلسلة وبمر من هنا من أول تناقص، باخد برضو معايا السلاسل وبسحب، بطلع من حلقتين وبعدين بروح على العمود الأمامي اللي بعده، نفس الخطوات بالظبط. خلاص خلصت التناقص هنا، بروح على التناقص اللي بعده. وزي ما وضحت انه لو انت حاسه الفراغات واسعه شويه، هي كده كده اصلا مش هتبان قوي لما نخلص الشغل، بس برضو لو عايزه تضيقي الفراغات اكتر ناتجه عن التناقص ممكن انت تستعملي ابره بمقاس اصغر. خلاص في نهايه الراوند بقفل بمنزلقه في اول غرزه، وكده خلاص يعني الفراغ يعتبر يعني اتقفل معايا، بس طبعا برضو هسيب مسافة كافية من الخيط. وهبدأ انه امر داخل الغرز الموجودة هنا عشان اقفل الفراغ، زي بالظبط ما بنقفل الاميجرومي. همر مثلا من هنا كده، ببدأ انه اسحب الخيط، بلاقي انه الفراغ اتقفل معايا، وبعدين برجع تاني امر من هنا وامر في الجهة المقابلة. ببدأ بقى انه امر من داخل الشغل، واقفل الفراغ اكتر من الداخل. حاول كده طبعا برضو انه لو في اي فراغات واضحة ولا حاجة بحاول ان انا اعدي عليها كده بالخيط.
شكل الطاقية، شكلها جميل جدا جدا. عايزه اقول لكم كمان ان هي شبه غرز التريكو. في غرزه في التريكو اسمها غرزه مربعات، تقريبا بتدي نفس الشكل ده. فبجد الغرزه دي شبه التريكو، شبه كمان الشغل الجاهز. استحاله انه حد ما بيعرفش في الهاند ميد، او حتى لو بيعرف في الكروشيه بس مش عارف الغرزه دي، استحاله ان هو يصدق انه الغرزه دي هاند ميد وكمان كروشيه. بجد بجد جميله جميله وشيك جدا جدا، في منتهى الجمال. بالنسبه للمقاس بالسنتي لها وصل ل 20 سنتي. طيب ده معناه ايه؟ معناه انه انت ايا كان المقاس اللي انت بتعمليه مش هتبداي خطوات التناقص غير لما يبقى فاضلك على طول الطاقيه المطلوب حوالي 3 او 4 سنتي. فزي ما شفنا الايس كاب وصل معايا لطول 16 سنتي، بعدها بدات في التناقص. فانت برضو هتكرري نفس خطوات التناقص بالظبط لاي مقاس بتعمليه، بس مش هتبداي فيها غير لما الايس كاب يبقى فاضله حوالي من 3 ل 4 سنتي لحد ما يوصل معاكي للطول المطلوب. عايزه برضو اوريلكم اللي اتفضل من الطاقية ده، الخيط اللي اتفضل من الشلة للطاقية اتفضل منها طبعا كمية بسيطة جدا. فلو انت عاوزة تعملي الطاقية مثلا بحيث ان هي تبقى سلاوشي او اطول من كده، فطبعا هتحتاجي حوالي تقريبا شلة ونص. وانا بشوف ان انت مش محتاجة لمقاسات الكبار ان انت تعمليها اطول من كده، في 20 سنتي ده هيبقى مظبوط جدا وكمان مغطي الاذن. ولو حبيتي ان انت تطوليه اكتر فكده هتبقى ايس كاب سلاوشي، مش هتبقى طاقية عادية. لكن انا بشوف انه طول 20 سنتي بيبقى مظبوط جدا ومناسب للبالغين بشكل عام. شوفوا بقى جمال الكوفية، شوفوا الغرزة والشكل عامل ازاي، عاملة بالظبط زي الشغل الجاهز وكمان احلى بكتير. يعني يمكن لا تقارن كمان بالشغل الجاهز. وزي ما قلت لكم محدش هيعرف هو الشغل ده تريكو ولا كروشيه ولا ايه بالظبط، خاصة كمان انه من الناحيتين. طول الكوفية دي وصل ل حوالي تقريبا 1.60 او 1.65 سنتي. وانا فضلت زي ما وضحت اشتغل بالشلتين لحد ما خلصوا معايا للاخر. وده اللي اتفضل من الشلة التانية والاخيرة. ده كده شكلها من بعيد. وعايزه اقول لكم ان طول 1.60 سنتي مش قصير خالص بالنسبه للكوفيات، بالعكس هيلف على الرقبه وهيبقى يعني نازل من الجوانب على الظهر وكل حاجه. بس طبعا في ناس بتحب ان الكوفيه تبقى اطول من كده، مثلا توصل ل 1.90 او حاجه. فطبعا في الحاله دي حتى لو بداتي بنفس عدد السلاسل هتحتاجي 3 شلات من الخيط لو انت عاوزه توصليها مثلا ل 1.75 سنتي او 1.90. بس ما تحاوليش ان انت توصليها بقى لاكتر من كده، لان كده هتبقى طويله قوي بزياده وهيبقى شكلها مش حلو. فلو احتاجتي ان انت تزودي الكوفيه عن 1.60 هتحتاجي 3 شلات وهتوصليها لاقصى حاجه 1.90 سنتي. الملحوظه الثانيه برضو اللي عايزه اقولها، انه شايفين الشغل لين ازاي؟ شغل لين جدا وناعم ومرتاح. ده طبعا بسبب انه اشتغلت بخيوط هيمالايا افري داي. خيوط هيمالايا افري داي التركي انا كنت اول واحده اشتغلت بيها واول واحده لاحظت قد ايه بجد الخيوط دي ممتازه جدا جدا وناعمه وفي منتهى الجمال. ودايما هتشوفوا في فيديوهاتي القديمه يمكن كمان اللي من 7 أو 8 سنين، في اغلب فيديوهات الكوفيات والطواقي والحاجات اللي زي كده بشتغلها دايما بهيمالايا افري داي، لان هي ناعمه جدا. وخاصه كمان للناس اللي هي بيبقى عندها حساسيه من الاصواف والحاجات اللي زي كده، فدايما بنصحهم بخيوط هيمالايا افري داي ان هي ناعمه ومش بتوبر ومش بتحسسك انه في حاجه صوف مثلا او ملمس صوف على البشره. فطبعا بنصح جدا جدا لو انت عاوزه تنفذي الطقم ده بشكل احترافي فيفضل ان انت برضو تعمليه بخيوط هيمالايا افري داي. التركه التانية برضو اللي عاوزه اقولها مهمه هي المكوى يا جماعه، وبرضو وضحتها كتير في فيديوهات قبل كده. لو انت عندك مكوى بالبخار اللي هي بتبقى بتطلع كده بخار كده من بعيد ومش بتلمس الشغل، فممكن انت تكوي بيها الشغل بتاعك. بس لو ما فيش عندك فاستعملي المكوى العاديه، بس لازم ان انت بتحطي مثلا كيس مخده قطن او حاجه وبترشيه ميه وبعدين تبداي ان انت تكوي بحيث ان المكوى ما تلمسي الخيوط بشكل مباشر. ده بالنسبه اللي هي المكوات العاديه والحاجات اللي زي كده. برضو هنا بالنسبه للطاقيه، بالنسبه للجزء كده اللي هو اللي انتوا شايفينه من فوق ده كده مكشكش كده شويه، عايزه اقول لكم الجزء اللي احنا شايفينه فوق ده في اللبس مش بيبقى باين خالص. يعني شوفوا هنا مثلا طبعا المانيكان دي عشان ما فيش عليها شعر وكمان المقاسات بتاعتها بتبقى صيني فهتبقى صغيره. بس شوفوا حتى رغم انه الرأس صغيره لانه الجزء اللي فوق ده اتفرد زي ما قلت لكم، فبيبقى بالشكل ده كده. بتبقى جميله جدا. الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه.
وان شاء الله هتكتبوا لي في التعليقات قد ايه الطقم ده حلو وعجبكم، وواثقه كمان ان انتوا ان شاء الله لما تطبقوا الطقم ده هترجعوا تاني وتكتبوا لي في التعليقات قد ايه الطقم ده طلع روعه معاكم، وهتحبوا كمان ان انتوا تعملوه باكتر من لون. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.